السلام عليكم، يا صباح الخير عليكم. حبايبنا الحلوين بتوع اولى اعدادي الجمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هناخد درس جديد في التاريخ ان شاء الله، بيتكلم عن عصر بناية الاهرام. احنا كنا خدنا في الدرس اللي قبل ده العصور التاريخية اللي عاش فيها الانسان، وقلنا ان هي بتتقسم لنصين: عصور ما قبل التاريخ وعصور تاريخية. خدناهم بالتفصيل وخدنا كل حاجة عنهم. الدرس ده بيتكلم عن الدولة القديمة. احنا عندنا التاريخ الفرعوني بيتقسم لثلاث دول: الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة، وبيتقسم ل 30 أسرة. احنا خدنا منهم الأسرة الأولى والثانية في العصر العتيق اللي أسسهم الملك مينا. هنا هنبتدي من الأسرة رقم 3. يبقى عصر بناة الأهرام أو الدولة القديمة بتبدأ من الأسرة 3 لحد الأسرة 6. تمام. احنا عندنا الدولة القديمة بيطلق عليها عصر بناة الأهرام. الدولة الوسطى بيطلق عليها عصر الرخاء الاقتصادي. الدولة الحديثة بيطلق عليها عصر المجد الحربي. كل دولة منهم بيبقى ليها اسم مميز ليها عشان يميز لنا الدولة دي مختلفة عن التانية في ايه، وايه اكتر حاجة بتميزها. فعصر الدولة القديمة بيسمى بعصر بناة الأهرام لأن هي أكتر دولة تم تشييد الأهرامات فيها. مش معنى كده ان بعد كده ما بنوش اهرامات يعني في الحضاره الفرعونيه، بس ده افضل عصر لبناء الاهرام والاكتر والاحسن في الشكل والتصميم. فنبتدي كده اول حاجه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا سمي عصر الدوله القديمه بعصر بناة الاهرام؟ السؤال ده مهم وبيجي كتير رغم ان هو في البدايه خالص. لكثره ما شيده ملوك هذا العصر من اهرامات ضخمه تمتد من اقليم الفيوم حتى اقليم الجيزه. احنا ممكن نختصرها ونقول بما تفسر سمي عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرام، هنقول لكثرة ما تم تشييده من أهرامات في هذا العصر. نيجي للجزء اللي بعد كده، يعني ايه هرم أصلا يعني ايه هرم أصلا، وهناخد هو اتبنى ليه واتبنى ازاي. كلمة هرم معناها بناء حجري مبني من الحجر. في الأصل الفراعنة بنوه عشان يكون مقبرة، فالغرض منه أصلا إن هو يكون مقبرة. بصوا يا حبايبي، الفراعنة كان عندهم فكرة كده اسمها فكرة البعث والخلود. بمعنى ان هم كان عندهم اعتقاد ان الانسان هيبعث مرة اخرى ويعيش حياة خالدة، وان الروح هترجع لنفس الجسد. عشان كده هم بدأوا يتطوروا جدا واخترعوا او اكتشفوا موضوع التحنيط، فيحافظوا على جثة الملك او الموميا يعني بتاعتهم، ويدفنوها في الاهرامات اللي هي مقابر حصينة تحافظ عليها. يبقى لو جه سألني قال لي ما الغرض من بناء الأهرامات، هقول له لاعتقاد المصريين في البعث والخلود مرة أخرى. وتم بناء هذه المقابر الحصينة عشان يتحط فيها الجثث بتاعة الملوك، خصوصا الملوك لأن دي كانت مقابر ملكية كبيرة، وبيحصل لها عملية تحنيط عشان يتحافظ عليها. وبيدفن مع المتوفى أو الموميا بتاعته، بيدفن معاها طعام وشراب وأدواته وحاجته وكل حاجة بيحبها. تمام. واتنقش على جدران الاهرامات دي من الداخل عده مناظر عشان تدي السرور على المتوفي. نيجي بعد كده لملوك هذه الدوله. احنا قلنا نبتدي بالاسره الثالثه لحد الاسره السادسه، فنبتدي باول ملك خالص الملك زوسر. مين هو الملك زوسر؟ هو مؤسس الاسره الثالثه. احنا خدنا الاسره الاولى والثانيه كانوا مؤسس الاسره الاولى الملك مينا، اما مؤسس الاسره الثالثه هو الملك زوسر. وبيعتبر زوسر هو صاحب الهرم المدرج. احنا بنسميه الهرم المدرج عشان هو مبني على شكل درجات، او بنسميه هرم سقارة المدرج لانه موجود في منطقة سقارة. وهو بيعتبر اول اسلوب للعمارة والمقابر الملكية اللي فيها تغيير. فبيعتبر هو اول بناء حجري في التاريخ، او اول هرم اتبنى في التاريخ كفكرة هرم اصلا، كفكرة مقبرة مختلفة. فبيعتبر الملك زوسر هو أول واحد غير في أسلوب العمارة للمقابر الملكية. طب مين اللي اداله الفكرة أو مين اللي أشار عليه بهذه الفكرة؟ المهندس بتاعه والوزير بتاعه إمحوتب. إمحوتب كان وزير للملك زوسر، وكان مهندس، وكان شاطر كمان في الكيمياء والطب والفنون وكذا حاجة. فكانوا الناس جعلوا منه إله من كتر ما هو كان بارع جدا في هذه العلوم. يبقى عندنا الملك زوسر هو مؤسس الأسرة الثالثة، صاحب الهرم المدرج اللي هو غير في أسلوب العمارة الملكية، واللي أشار عليه بذلك كان الوزير إمحوتب.
نيجي للملك اللي بعده، الملك سنفرو. سنفرو كان مشهور جدا بكلمة الملك المحسن المحبوب التي أطلق عليه الفراعنة أو شعبه، لأن هو كان حد عادل جدا وبيحب شعبه قوي، واهتم بشؤون مصر الداخلية والخارجية. فده اداله مكانة مختلفة عند الفراعنة أو الشعب بتاعه، فأطلقوا عليه لقب المحسن المحبوب. يبقى ليه أطلقوا عليه لقب المحسن المحبوب؟ لأنه اهتم بشؤون مصر الداخلية والخارجية، وتميز عصره بالاستقرار. هو حكم مصر 24 عام، وهو مؤسس الأسرة الرابعة. يبقى نعيد مع بعض تاني: مؤسس الأسرة الأولى الملك مينا، مؤسس الأسرة الثالثة الملك زوسر، مؤسس الأسرة الرابعة الملك سنفرو. طيب احنا قلنا ان هو اهتم بشؤون مصر الداخليه والخارجيه. ازاي؟ قال لي الداخليه ان هو شيد السفن او بناء السفن، امن حدود مصر الجنوبيه والشرقيه، وضع عندها جنود لتامينها، اهتم باستخراج المعادن زي النحاس والفيروز من شبه جزيره سيناء، وبنى هرمين في دهشور. احنا شفنا اول شكل لبناء الاهرامات في ايام الفراعنه كان الشكل المدرج، وده الشكل التاني. أما الاهتمام بالشؤون الخارجية كان عن طريق إرسال أسطول لبلاد فينيقيا اللي هي لبنان حاليا، وكان فيها حضارة قائمة أيام الفراعنة، وكان في بينهم معاملات تجارية وعلمية، عشان يجيب منهم خشب الأرز اللي طبعا لبنان لحد دلوقتي مشهورة بيه، وده كان بيساعدهم في بناء السفن. فكان الملك بيرسل أساطيل تشتري منهم أو تجيب منهم خشب الأرز، فيبتدي يبني أكتر من أسطول. الملك اللي بعد كده معانا الملك خوفو، واول ما اقول اسمه اكيد وصل لكم الفكره، وصل لكم هو عمل ايه. صاحب الهرم الاكبر، اعظم هرم اتبنى في التاريخ تقريبا. الهرم ده عايزه اقول لكم كميه الاسرار اللي موجوده فيه، وكميه البراعه في الهندسه والعماره وكل حاجه موجوده فيه. كل الناس الاجانب عاملين عليه ضجه جامده جدا، ونفسهم يكتشفوا اسراره لحد دلوقتي. فالملك خوفو تولى الحكم بعد وفاة أبيه اللي هو الملك سنفرو، بمعنى كده إن الملك خوفو في الأسرة الرابعة برضه، وبنى أو أقام بناء الهرم الأكبر. فنيجي هنا نسأل سؤال: بما تفسر ليه مختلف الهرم الأكبر عن أي هرم تاني، وليه بيعد أحد عجائب الدنيا السبع؟ بسبب براعة الهندسة بتاعته وضخامة حجمه. لكم أن تتخيلوا إن دول ناس واقفة، طبعا انتوا مش هتتخيلوا اللي أنا بقوله غير لما تقفوا جنبه، هتحسوا بقد إيه لازم تكونوا فخورين بأجدادكم الفراعنة، وقد إيه تكونوا فخورين بتاريخ مصر العظيم. تم بناء الهرم الأكبر على مساحة 13 فدان، وكان ارتفاعه 146 متر. طبعا مع عوامل التحرية الارتفاع قل شوية بقى 138 متر. طبعا احنا ما بنحفظش الأرقام انتوا عارفين، بس احنا لازم نحفظ الجزء بتاع بما تفسر يعد هرم خوفو أو الهرم الأكبر أحد عجائب الدنيا السبع. نيجي للملك اللي بعد كده هناخده، بس دي صور معانا بتوضح الهرم من الداخل، الهرم الأكبر. طبعا معلومة صغيرة، هم لسه ما اكتشفوش غرفة الدفن لحد دلوقتي، دي غرفة مشابهة ليها. طيب نيجي بعد كده للملك اللي بعده، الملك خفرع، وهو صاحب الهرم الأوسط، وده جه بعد الملك خوفو، وبيصل الهرم ل 134 متر، وأمر بنحت تمثال أبو الهول. خليكم معايا بس، الهرم الأوسط هو ده، لأن في ناس كتير بتفتكر إن ده الأكبر. لا، ده الهرم الأوسط اللي قام ببنائه الملك خفرع. أمر ببناء الهرم الأوسط وتمثال أبو الهول. نيجي بعد كده الملك منكورع او منكاو رع. الملك ده صاحب الهرم الاصغر وارتفاعه 66 متر. والملك منكورع عنده حته مختلفه خالص بقى عن خوفو وخفرع. قال لي ان عهده كان اكثر حريه من ابيه وجده اللي هم خوفو وخفرع، لان في عهده مارس الشعب حريه الشعائر الدينيه. يعني ايه الشعائر الدينيه؟ يعني عباده اي اله يختاروه ويعملوا له الطقوس بتاعته في المعابد بتاعته. يبقى احنا عندنا الملك زوسر اول حاجه مؤسس الاسره الثالثه، الملك سنفرو مؤسس الاسره الرابعه، يجي بعده الملك خوفو، ثم خفرع، ثم منكاو رع. نيجي بعد كده لبعد الأسرة الرابعة، كان ازداد نفوذ الكهنة. الكهنة دول اللي هم مسؤولين عن الآلهة ومسؤولين عن المعابد، يعني بيبقى زي وسيط كده ما بين الناس والإله بتاعهم في المعابد، المسؤول عن المعبد. ازداد نفوذهم جدا في الفترة دي، وخصوصا كهنة الإله رع في منطقة هليوبلس في أواخر الأسرة الرابعة، وبدأوا يتدخلوا في شؤون الحكم، وبدأ نفوذهم يزيد، والناس تسمع كلامهم أكتر، ويكون ليهم نفوذ قوي في الدولة أو البلد يعني.
فاستطاعوا إسقاط الأسرة الرابعة، ثم تولى كبيرهم يعني كبير كهنة الإله رع اللي هو الملك أوسر كاف الحكم. وطبعا بدأ بعهده عصر جديد، عصر الأسرة الخمسة. يبقى الملك أوسر كاف هو كان كبير كهنة الإله رع في منطقة هليوبلس، وبدأ أو قام بتأسيس الأسرة الخمسة، وأطلق على نفسه ابن الإله رع. واهتم خلفائه في الأسرة الخامسة بتشييد المسلات الضخمة تشبه هذا الشكل كده، وتشييد معابد الشمس. ما احنا قلنا ان هم بيعبدوا الاله رع، اللي هو ايه الاله رع ده اصلا؟ اله المتمثل في قرص الشمس. فبداوا بتشييد معابد الشمس وتكون مكشوفه ملهاش سقف، عشان خاطر هم بيعبدوا الشمس فيقدروا يتواصلوا مع الاله بتاعهم بشكل كويس. نيجي بعد كده لعصر اسمه عصر الاضمحلال. يعني ايه عصر الاضمحلال؟ كلمة اضمحلال معناها كلمة الضعف، الفترات اللي كان بيحصل فيها ضعف للدولة. احنا عرفنا ان عصر الدولة القديمة قلنا من الأسرة الثلاثة لحد الأسرة سبعة، ودي فترة الازدهار والقوة للدولة القديمة. يحصل بعد كده حاجة اسمها عصر الاضمحلال أو عصر الانتقال، وده بيحصل نتيجة ضعف الدولة. فحصل في نهاية الدولة القديمة اللي بيشمل من الأسرة سبعة لحد الأسرة عشرة عصر اسمه عصر الإضمحلال، وده بيتكلم عن فترات الضعف للدولة القديمة. هيجي يسألني سؤال مهم جدا، بما تفسر ليه حصل ضعف في الدولة القديمة أو ليه حصل عصر الإضمحلال الأول. قال لي حصل ده بسبب قلة هيبة الملوك هيبتهم قلت وبقى في مشاكل ما بينهم كتير، ازدياد نفوذ حكام الأقاليم ونفوذ اللي هم كهنة الآلهة، تفككت وحدة البلاد وبقت الدولة ضعيفة جدا ومش قادرة تسيطر على الشعب. فحصل انهيار لسلطة الحكومة المركزية اللي بتدير الدولة. فحصل ان في اواخر عهد الملك بيبي الثاني سقطت الحكومة المركزية، وده كان في الاسرة الستة، وبكده ينتهي عصر ازدهار الدولة القديمة ويبدأ عصر الاضمحلال الاول. تعرضت مصر بقى لهجمات في فترة الضعف دي. طبعا أول ما نسمع كلمة ضعف يا جماعة على طول يجي في بالنا إن الغزاة والمستعمرين يطمعوا في الدولة بتاعتنا. فتعرضت مصر لهجمات خارجية من الآسيويين من ناحية سينا كده، وبدأوا يحتلوا أجزاء داخل مصر. وفضل الضعف ده لحد الأسرة سبعة وثمانية. لكن ظهرت أسرة مهمة جدا اسمها أسرة إهناسيا، دي في منطقة بني سويف دلوقتي. الأسرة دي حملت على عاتقها إن هي تفك الاحتلال من الدولة وترجع مصر لقوتها تاني، وقدرت فعلا تعمل ده وطردت الغزاة خارج البلاد، وتأسست بيها الأسرة تسعة وعشرة. يبقى بيجي سؤال كده يقول لي ايه هو دور أسرة إهناسيا في طرد الغزاة، او اللي كان دلل كان لأسرة إهناسيا دور في طرد الغزاة وتحرير الدولة؟ هقول له طبعا لأن هي بدأت تطرد الغزاة اللي هم الآسيويين خارج الدولة، وتميز عهد الدولة بتاعتهم أو الأسرة بتاعتهم التسعة والعشرة بالاستقرار. بس الاستقرار ده ما دامش كتير، لأن حكام طيبة اللي هي الأقصر حاليا أسقطوا الأسرة العشرة دي وأعادوا الوحدة للدولة وأعادوا الدولة لقوتها ولعصرها القوي. فبدأنا عصر جديد اللي هو عصر الدولة الوسطى، ويبتدي بقى عصر قوي جديد ومختلف، وهندرسه إن شاء الله في الدرس اللي جاي. نيجي هنا بقى نراجع مع بعض شوية معلومات كده من اللي احنا أخدناهم. يلا. يعتبر الملك نقط هو مؤسس الأسرة الثالثة. مين؟ الأسرة الثالثة صاحب الهرم المدرج، الملك زوسر. برافو. أطلق الملك المصريين على الملك مين؟ المحسن المحبوب. سهلها لكم أكتر، الملك مؤسس الأسرة الرابعة الملك سنفرو. تمام. بينتهي عصر الدولة القديمة بالأسرة، العصر الازدهار بينتهي بالأسرة السادسة بعد الملك بيبي التاني. برافو. يبتدي من أول الأسرة السابعة عصر الإضمحلال. طيب، ما النتائج المترتبة على زيادة نفوذ كهنة الإله رع في أواخر الأسرة الرابعة؟ طبعا هقوله سقوط الأسرة الرابعة وحكم الملك أوسر كاف الدولة، ودخلنا في عصر الأسرة الخامسة. هيبة الملوك أو ضعف هيبة الملوك في أواخر الدولة القديمة، نتائج مترتبة على ده حصل بداية عصر الإضمحلال الأول وسقطت الحكومة المركزية. بما تفسر تسمية عصر بناة الأهرام بهذا الاسم؟ طبعا الإجابة هتبقى بسبب بناء الكثير من الأهرامات الضخمة في هذا العصر من إقليم الفيوم حتى الجيزة.
وبكده نكون خلصنا الدرس الأولاني عن الحضارة المصرية القديمة، ونتقابل في درس جديد بإذن الله. أشوفكم على خير.